2023 ديال المنتخب الاولمبي اللي فاز بكاس افريقيا والبرونزيه ديال باريس، الكل كان يعتقد انه سيكون قاعده مستقبل المنتخب الوطني المغربي، لكن القله القليله هي التي نجحت. سنرى في هذا الفيديو من نجح، من اقترب، من ابتعد، ومن ما زال ينتظر فرصته. لما فاز المنتخب الاولمبي المغربي بكاس افريقيا للامم في سنه 23 ثم عاد بعد سنه وفاز ببرونزيه الالعاب الاولمبيه بباريس، ظن الجميع ان جل هذا الجيل او الكثير من اللاعبين سيصلون بسرعه وبسهوله الى المنتخب الاول، لكن الحقيقه بعد سنتين مرة 3 لاعبين فقط وصلوا واكدوا رسميتهم في المنتخب الاول، والباقي كله تائه. فلماذا وقع كل هذا؟ سنتعرف على ماذا وقع بالضبط لهذا الجيل في الفيديو الحالي. اختفت باقي نجوم هذا الجيل، ومن منهم ما زال ينتظر نداء محمد وهبي. في هذا الفيديو ستتعرف على كل كبيرة وصغيرة، الكل يعرف من وصل: عبد الزلزولي، بلال الخنوس، واسماعيل السباري، وبدرجة أقل أسامة الغالين. شنو القاسم المشترك لهاد 3 أو 4 لاعبين؟ هو يلعبون في أندية محترمة، يلعبون دائما، ويعني المسيرة ديالهم ماشية من حسن إلى أحسن، وهذا هو سر النجاح. الآن نشوفوا اللاعبين اللي تيطالب بهم الجمهور واللي ينتظروا نداء محمد وهبي. 2 لاعبين اللي تيرجعوا بزاف هاد الأيام الأخيرة إلى المشهد: يانيس البقراوي وزكريا وهدي. يانيس البقراوي كان لاعب مكون في فريق تولوز، لكن مع كل الأسف لم يستطيع فرض ذاته في تولوز، تمت إعارته إلى نادي بو في قسم الثاني ولم ينجح، والآن بعد ذهابه إلى البرتغال أصبح أو عاد إلى توهجه وعاد إلى أهدافه وسجل العديد من الأهداف هذه السنة، وبالتالي شيء طبيعي بأن الناس يناديوا، خصوصا أن في مركز الهداف في المغرب كاين مشكل. كاين زكريا وهدي اللي بعد كأس إفريقيا لعب كظهير أيسر في الألعاب الأولمبية وكان ممتازا، استثنينا الخطأ ضد المنتخب الإسباني اللي عطى الهدف الثاني ديال فيرمين لوبيز. لكن بعد ذلك وليد نادى عليه، هو تيلعب فريق كانغ وتيلعب باستمرار ويؤكد حقيته في المنتخب، لكن وليد نادى عليه وما عطاش الفرصه، ومن ثم معاود تينادي عليه. والواقع هو ان المركز ديال الظهير الايمن في المغرب مركز شرس، لان حكيمي لا يناقش، ومن بعد تيغيب حكيمي، المزراوي هو اللي تيلعب، ومن بعد تيغيب المزراوي تيلعب الشيبي، وبالتالي الهلالي اللي تيلعب رسمي واللي كان توا في الجيل ديال الاولمبيين ما جبرش المكان ديالو في هذا المكان. ولكن المباريات اللي تيبصم عليها زكريا وهدي في الايام الاخيره، خصوصا في بلجيكا، بلد يعرفه كثيرا محمد وهبي، يشفع له بالتفكير في منادات التشكيله او المعسكر المقبل. هناك لاعبين يعني المسيره ديالهم غريبه: عمر الهلالي واسامه العزوزي. عمر الهلالي يلعب باستمرار في الاسبانيول، لا يناقش في فريقه، نادى عليه وليد الركراكي عده مرات ولم يعطيه ولا دقيقه تنظن من اللاعب، ما عطاوش اي فرصه، لذلك خلى الناس دائما تيفتشوا عليه وعلاش ما تيلعبش عمر الهلالي. عنده نفس المشكل اللي عند زكريا وهدي، المشكل ديال الظهير الايمن اللي صعيب بزاف تلعب فيه. وكاين اسامه العزوزي اللي كان رائعا، لا كوسط ميدان دفاعي في كاس افريقيا، لا كمدافع اوسط في الالعاب الاولمبيه، لكن الاصابه ديالو جعلته يفقد المكانه ديالو مع بولونيا، لان قبل من الالعاب الاولمبيه اصبح اساسيا مع بولونيا ديال تياغو موتا. بعد ذلك واخا رجع بعد سنه ما لعبوش بزاف، هاد السنه مشى الاوكسير، بدا الموسم بطريقه رائعه وكان اساسيا لا يناقش، لكن في الاشهر الاخيره شهر ونص شهرين التاليه ما بقاش عاود يلعب في اوكسير مع كل الاسف. اسامه العزوزي كنت ارى فيه الخليفه الحقيقي في الدفاع الاوسط، ميم با في وسط الميدان الدفاعي، لان الطريقه باش لعب في الالعاب الاولمبيه كانت جميله جدا. هناك حالات اللي تقول تواجه اوفيرت، ولكن ما قدوش ينجحوا الان لا في الانديه ديالهم ولا في المنتخب المغربي. امير ريسارتسون
بصم على العاب اولمبيه بمستوى العالي والعالي جدا. بعد مشى الفيورنتينا وظننا انه سيصبح لاعبا كبيرا، لكن فيورنتينا لم ياخذ حقه في اللاعب. ها في الميركاتو الاخير مشى لكوبنهاغن باش يرولونسي لا كارير ديالو، نتمنى على الله باش يرجع للمستوى ديالو. كاين بنجامين بوشواري كان ممتاز في كاس افريقيا، خصوصا في الالعاب الاولمبيه ما لعبش بزاف، وفي سانت اتيان كان لا يناقش، كان اختيار احسن لاعب في القسم الثاني الفرنسي. بعد ذلك ملي طلعوا القسم الاول اختفى الانظار. اليوم مشى لتركيا باش يحاول يرجع للتوهج ديالو، نتمنوا له الخير. هناك ابراهيم صلاح كان تيلعب ديجا ذاك الوقت في الفريق الاول لرين، والكل كان يظن ان ابراهيم صلاح سيكون هو المهاجم الاوسط للمنتخب المغربي، لكن فرين بعد ضيع المكان ديالو. والان اليوم في اف سي بال ما تيلعبش بزاف، لعب 2 مباريات هذا الموسم، يعني مشى الفريق صعيبه لان اف سي بال فريق اوروبي مهم. وبالتالي ابراهيم صلاح ما بقى له شيء ويختفي على الانظار. هناك المسيرات المعقده، لي تراجيكتوار كومبليكي ديال اللاعبين اللي كنا تنظنوا فيهم الشيء الكثير ما دار والو. بوقامير فريق هولندي مشى الفريق في اليونان، فريق ما معروفش في بافوس، ما معروفش نهائيا. الوفي من بعد لوغانو كنا ننتظروا في الفريق الاول، فاذا به في الوداد هذه السنه ومازال ما بين شي حاجه اي من الوفي. العمراوي كان ظهير ايسر اساسي في نيس، اختفى من الانظار نهائيا. ريحاني الكل كان يتكلم على ريحاني في اتلتيكو مدريد، بل سيميوني دخلوا شحال من مباراه، الان باقي في اتلتيكو بي ولعب 4 ولا 5 مباريات ما بقاش باين كاع ما فين هو، الله اعلم. الوزاني كان كاع نشأت حرب في الاعلام، خصوصا المواقع الاجتماعيه بين المغرب والجزائر على شكون اللي عنده الاحقيه باش يلعب الوزاني اليوم فين هو الله اعلم. عارفينه فين هو، ولكن يعني المسيره ديالو معقده جدا. ولكن الحاله الاكثر اللي اثرت فيا اكثر هي الحاله ديال علاء بن العروش. بغينا نقول لك انا خريج اكاديميه محمد السادس، قدم كاس افريقيا في المستوى العالي، وقبل بالالعاب الاولمبيه اصبح اساسيا في فريق ستراسبورغ. ما كاينش شي حارس مغربي ولا اساسي في فريق فرنسي محترف، اصبح اساسيا في فريق ستراسبورغ تحت قياده باتريك فييرا. قبل من الالعاب الاولمبيه اصيب، ضيع الالعاب الاولمبيه، حلم اي لاعب. بعد ذلك فقد المكانه ديالو كلها في ستراسبورغ. هاد السنه مشى اف سي براغا، بطل لعب 2 3 المباريات وما بقى حتى يتكلم عليه، بحال اللي ما عمو ما كان علاء بن العروش. وبالتالي هنا تتشوف علاش منتخب اللي كان الكل يتنبأ له بلاعبيه بانهم يوصلوا هما يكون المنتخب الاول ديال المستقبل. قبل ما ننهي هذا الفيديو لتفادي هذه المشاكل اللي تتوقع بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، الجامعه تفكر بل حسمت على حسب بعض المصادر في تعيين جمال ايت بن يدر مدربا للمنتخب الاولمبي. جمال ايت بن يدر هو اللي كان مساعد ديال الوهبي في الشيلي، وبالتالي تعيين ايت يدر ماذا يعني؟ يعني 2 حاجات. اولا تبقى دائما صله الوصل الحقيقيه بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الاولمبي المقبل اللي هو كان المنتخب U20 والمنتخب الاول. وثانيا الى وهبي ما نجحش في الولايات المتحده الامريكيه، فالمكان ديالو يكون مازال موجود باش يرجع ويخدم مع ايت بن يدر في المنتخب الاولمبي. واخر سؤال للنقاش، في رايكم انتم من هم اللاعبون الذين يدقون بقوه على المنتخب المغربي والذين ينتظرون حقيقه منادات محمد وهبي؟